السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس هيثم إبراهيم، فاوندر وام دي شركة بيست. مكملين مع بعض سلسلة مشاكل العملاء وحلولها. الحلقة التانية. احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا نجيب مشاكل من ارض الواقع وحلولها اللي قابلتنا مع العملاء عشان اكبر قدر من العملاء والناس تستفاد، حتى لو شركات تانية تقدر تستفاد مفيش مشكلة خالص يعني. معظم المشاكل اللي بتحصل ان العميل مبقاش عامل حسابه من دي 1 على المسارات والكابلات المستخدمه. طبعا جرى العرف ان النهارده لو عميل مثلا عنده نيد مثلا لساوند سيستم، فبيفكر في بابليك ادرس سيستم، هيحط سماعات ازاي، توزيعة السماعات، الاجهزه تتحط فين، الراك وهكذا. طبعا كل العين بتبقى رايحه للقصه دي. طب مساراتها، الكابلات بتاعتها، السمك بتاع الكابل هيمشي مسافه قد ايه؟ ما دايما ما يعني ايه، مهمله الجزئيه ديت. بنبدا بقى العميل يتفاجئ بيها وقت التنفيذ، لان دي المفروض بتبدا في المرحله الاولانيه، مش بعد ما نكون جبنا الاجهزه وبدأنا نركب. بيحصل دايما الخلاف الشهير ما بين الشركه وبين العميل، ان هو مثلا المهندس المنوب عن العميل اللي هو بيتكلم بلسانه، يعني يقول له المفروض كنتوا قلتوا لنا، والتاني يقول له ما انتم المفروض عارفين. تعال نحكي قصه حصلت معانا للاسف الشديد، ودايما بقول لاي عميل ياخد باله من القصه ديت. كان عندنا عميل محترم طبعا، كان عاوز يجهز المدرسه بتاعته والاوديتوريوم بتاع المدرسه بتاعته، المسرح يعني، بنظام الساوند سيستم اوديو فيجوال سوليوشن. وبالفعل كان في مقاول كبير ماسك المشروع دوت للعميل، وعميل محترم ومهم جدا يعني. احنا كان دورنا يقتصر بس على ان احنا نحط السوليوشن، تمام، الاجهزه نتاكد ان هي بتكفر المساحه بتاعه الاوديتوريوم بشكل مظبوط، نتاكد ان الديسبلاي تمام مفيش فيه اي مشكله، ونتاكد ان الانبوتس والاوتبوتس بتاعتنا سواء صوت او صوره مظبوطه، صوت او صوره مظبوطه بشكل كبير. قصه المسارات برانا، وقصه ايه اللي يتحط قبل ايه برضه برانا. فمعنى كده ان لو في سيفل ورك اعمال مدنيه برانا، مسارات كمان برانا. للاسف الشديد مدير المشروع اللي كان من ناحيه العميل ما كانش عارف قوي ايه اللي يتحط قبل ايه. برغم كده احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا نبعت للعملاء بتاعتنا نقول لهم يا جماعه في اي كوتيشن بنطلعها ده الحاجات اللي في السكوب بتاعتنا، ودي الحاجات اللي برانا، ودي الحاجات اللي احنا طالبينها من حضراتكم. للاسف هو ما خدش باله، واتفاجئنا وقت التنفيذ بعد شهور. طبعا لكم ان تتخيلوا تجهيز مسرح، الناس اللي بتجهز مسارح عارفه تكلفتها عامله ازاي، والتجليد عذرا، وتجليد المسرح ويحافظ عليه عشان ما يبقاش الصوت طالع بره، يتعمل له اكوستيك، والكراسي والفرش وكل حاجه. طبعا احنا شغلانتنا في اللايت كارنت بيعتبر بنيجي كسيرد فيكس او اخر حاجه خالص في المشروع، جايين نركب الساوند سيستم بتاعنا، البروفيشنال ساوند سيستم. والفيديو بروجيكتور بتاعنا كان فيديو بروجيكتور 13000 انسي، كان حاجه محترمه جدا يعني. ونركب بقيه الاجهزه بتاعتنا والراك وكل الكلام دوت. وطبعا احنا متفقين على اماكن المخارج بتاعتنا. نكتشف ان اوريدي الاماكن المخارج مش جاهزه. بمعنى ايه؟ ان هو عشان يثبت المكان السماعات ديت، سماعه وزنها تقيل والعمود اللي وراها خفيف، لان المسرح خلاص اتقفل. فطبعا اي تكنيشن بتاعنا يجي يركب العمود يقع، ويجي يركب الحامل سوري بتاع السماعه مش ثابت ورا، فطبعا السماعه تاخدها وتقع. وقف وقف وقف. طبعا احنا والعميل اتفقنا ان هو يتعمل حساب الجزئيه ديت، ويتمد كابلات مخصوصه من فوق المسرح، وناس تمشي بشكل معين وفي وقت معين وبمسارات جديده. وازاي؟ ونفضل بقى، دي خدت مننا وقت طويل جدا، وقت يعني فلوس. وهو طبعا اجل الافتتاح بتاع المسرح لان هو عارف ان المشكله ديت، لا دي مشكله كانت المقاول، وان المقاول ما عملش حسابه عليها. احنا طبعا كنا بنحاول نساعد. خدت وقت اتحلت بس الوقت فلوس. فعشان كده المشكله بتاعت النهارده اننا دايما لازم ناخد بالنا من المسارات ومن الكابلات مع اي حد. سواء النهارده الشركه ديت هي اللي عليها جزئيه المسارات، لازم انا كعميل اخد بالي واعرف انتوا هتمشوا الكابلات ازاي والمسارات عامله ازاي. لو جالك العرض المالي من الشركه مش موضح، لازم تجيب الشركه وتقول لهم يا جماعه انتوا هتمشوا شغلكم ازاي. رب يكون فيديو مفيد لحضراتكم، وان شاء الله باذن الله استنونا في سلسله جديده ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.